ملهاش لازمة. ولكن في هذا التوقيت سيداتي آنساتي سادتي يطلق حكم المباراة يوناس إريكسن معلن نهاية المباراة بفوز الهلال على الاتحاد ب3 أهداف مقابل هدف واحد في كلاسيكو مثير وكلاسيكو كبير وكلاسيكو بالتأكيد الأحداث اللي فيه أحداث كثيرة. كلاسيكو ملتهب، ولكن الهلال يتربع على الصدارة منفردا 50 نقطة للزعيم على مملكة الدوري. الهلال هو الزعيم. مبروك الهلال، حظ أوفر للاتحاد. الشوط الأول الاتحاد سجل هدف عن طريق العتاشي، تعادل إدواردو ثم أضاف خربين الثاني قبل أن يتممها بالثالث نواف العابد. أينما كنتم في كل مكان أتمنى أن أكون قد وفقت من الله عز وجل. هذه تحياتي بلال أحمد علام، شكرا لكم. سامحوني على القصور إن حدث، ولكن في النهاية الكلمة للزميل عبد العزيز البكر مع الزملاء خالد الشريف ومناف أبو شقير وسلطان البركات. شكرا لكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. عبد العزيز تفضل، لديك الكلمة. شكرا لزميل بلال علام. أسخن كلاسيكو في تاريخ مواجهات الفريقين في هذه الأمسية في جدة بعد انتصار الهلال ب3 أهداف مقابل هدف واحد للاتحاد، ويصبح الطريق للهلال لتحقيق اللقب طبعا مع الفارق الكبير الذي يحققه مع أقرب المنافسين. وكأنما كما تحدثنا قبل بداية المباراة روح يا هلال. والله شوف، اول شيء احداث ساخنه. الف مبروك للهلال، ونتكلم عن الاهداف وما حدث فيها. الف مبروك للهلال 3 نقاط، والف مبروك من قدم الهلال بطولة الدوري. يعتقد البعض مع تقدير مرة ثانية الاكثر استقرارا اداء بين 14 فريق هو الهلال. نعم. وما يحدث له اليوم بالتحديد الشوط الثاني مع الضغط اللي عليه، الخسارة اللي تحس انه متماسك وهذا. نعم. الاتحاد النرفز الغريبة اللي حدثت بعد الهدف الأول على المجموعة ككل. نعم. باقي 6 جولات كابتن سلطان برقان، وشاهد هذه الفرحة الكبيرة بالنسة للجانب الهلال. عقبة كانت جدا مهمة وصعبة. نادي الاتحاد يعني فريق كبير، وشفنا كيف كان ند قوي لنادي الهلال الشوط الأول وأغلب يعني في بداية فترات الشوط الأول الثاني. لكن صراحة ألف مبروك نادي الهلال، تجاوز العقبة الكبيرة والآن نقدر نقول اقترب من الدوري بالفارق الكبير. والمباراتين القادمة لو حسمها الهلال راح يكون تقريبا أعلن نفسه بطل الدوري. نعم. كابتن مناف، يمكن لعبت كثير في الكلاسيكو، هل مر عليك كلاسيكو أسخن من هذا؟ بأحداثه بتفاصيله. والله شوف، ممكن الهدف التعادل هو كان منعطف انه يكون الكلاسيكو بهذا السخون، لانه رجع من بدايه المباراه كان نوعا ما احنا نتكلم الفريقين كان في تنافس، حتى لو كان في سيطره بين بالنسبه يعني تميل للفريق الهلالي، لكن الاتحاد كانت عنده خطوره حتى بدايه الشوط الثاني كان ممكن يسجل، لكن الهدف اللي نوعا ما كان الكل يشوف يعني ممكن الافضل انه كان يطلعها خارج، خاصه انه في سقوط داخل الملعب. حتى يعني ما بتكلم عن الامور خارج المباراه، يعني حتى الحركه بالنسبه لنواف العابد كان الافضل عشان لا يسخر الموقف اكثر من كده، انه كان الفرحه تكون جهه جمهور الهلال افضل. انت خاص شفت المشاهده، شفت النرفزه الكبيره بالنسبه للاعبين الفريق الاتحادي، كان من الافضل انه يكون في الجهه الاخرى. احنا شفنا الكل طلع حقيقه من جو المباراه، وهذا السبب اللي هو كان سببه الهدف الاول. الا انا كوجهه نظر، احنا نتكلم كقانون ما اعتقد انه تطلع الكره كقانون، لكن احنا نتكلم كعرف بالنسبه لكره القدم ممكن الافضل ان تطلع هو كان المنعطف اللي تكون الاحداث الساخنه في المباراه. نعم. قبل المباراه تقول 99% ما زلت عند رايي. نعم. متى ما اتصل الهلال 99.9 هو بطل الدوري. وللعلم ليس تخدير للهلال، إنها قبل المباراة الهلال الأكثر استقرارا كأداء بين 14 فريق على حق ببطولة الدوري عطفا على أداء خلال الموسم. لما تلاحظ بشكل عام مباراة التتويج هي عبد العزيز 9 8 8 8 9 ولا لا؟ 8 8 9 يعني يحتاج إلى 3 انتصارات تعادل يحقق بطولة الدوري ككل. نعم. وقادر على الهلال